السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ممبار كله نايف نايف. تعالى ما اوريكم بقى ايه هنعمله ازاي. انا نضفته. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يتدعك كويس. ايه هو بصل ياما كتير. على الحظ الكبه باظت. بعد ما قطعته الكبه باظت. راح صلحتها 30 جنيه ولا كأنها اتصلحت. والحمد لله. يبقى كمية بصل كتير وكده كده اهو. انا اللي كنت هروح السوق النهارده، يعني في ناس قالوا في حاجات نزلت حلوه قوي والله، وتعالي يا ام ايمان روحي، فكان ورايا مشوار ما توفقتش فيه يعني. الحمد لله. الله من الصبح الواحد بيعيط وزعلان. الحمد لله على كل شيء. كنت عايزه اروحه، كان نفسي يعني ربنا يوفقني فيه عشان امشي من الشقه دي. هي ايجار جديد بس على قد يعني. كان نفسي ايه اقعد في شقه يعني ايه كويسه، ايجار برضه مش تمليك يعني. والحمد لله ربنا ما اردش ان انا اتوفق في المشوار ده بتاع النهارده، وكل شيء نصيب. الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله لو ربنا اداني العمر يوم الاثنين هروح عشان واحده طالبه مني حاجه من هناك. لو عوزتم اي حد يروح على يوم الاثنين الجاي ان شاء الله كلموني، والله اتواصلوا معايا ولا حاجه، وانا استناكم في المحطه واخدكم اوديكم لحد هناك وارجعكم تاني. يعني هي حاجه عايزه اعملها لله يعني. اي حد عايز يروح كلموني وانا اخدكم اوديكم واوديكم لحد المحطه. محطه القطر هتنزلي تيجي في ميكروباص من اي حته تيجي، هتروحي على سبربين اركبي رقم 3 وهينزلك لحد السوق. عايزه سوق الطيور ولا حاجه اركبي رقم 1 وقولي وديني لحد السوق، هينزلك عند السوق. ده السوق بتاعنا يوم الاثنين او يوم الجمعه. اما السوق اللي انا بوريهولكم بتاع الهدوم والادوات الحاجات المنزليه كل حاجه شامل كل حاجه سودا يوم الاثنين بس. هو عند البحر. عايزين تنزلوا المحطه اركبي توك توك وقولوا وديني سوق الاثنين اللي عند البحر. اشهد ان لا اله الا الله. كده خلصت يعني لازم يبقى بقى ننزل ميه كده. هحط عليه بقى ايه بسم الله ان شاء الله. عايزين تروحوا سيبي دول عشان البطل ايه اطبخهم ولا حاجه لعبد الله ما ياكلش الايه. هاتي لي الطماطم. اللهم صل على النبي. انا حاطه الطماطم، هو بيحتاج طماطم كتير. انا حاطه اكتر من 2 كيلو طماطم. ودول ايه 2 كيلو ممبار بياخدوا بقى 2 كيلو رز، كيلو وربع رز كده نايف. اللهم صل على النبي. بحب خضره كتير.
عليه توابل، مش انا منضفاه والله مخليها زي الفل. بحط عليه ملح وليمون وخل حط الزيت بس، جوز الطيب كمون وفلفل بس، بهارات وفلفل وكمون، وعليهم ايه حبات جوز الطيب اللي زي اللي بحطها على المحشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليا عليا اللي شلت منه يدي كتير دي عليا عليا يعني دي كده صبح هنا وصبح دنيا عليا بيبقى فيه دهن، ده بيغلب ده ياسمين عشان فيه دهن فيتعبك. لا خليك انا لما اعمل خدي الواسع شويه سيبي لي انا ده، انا بعرف اسلخ معاه. كل واحد وطريقه. لو انا شايله منه من الدهن لا كله ده. كله ده مش عارفه يعني، بس هي حته واحده يعني، انا مش جايبه كله كده يعني. ما هو هات الطبق ده. عشان ما اطولش عليكم، اخلص الكميه دي وارجع لكم تاني. انا خلصت اهو، بس انصح اي حد لما تلاقي ممبار فيه دهن كده بالشكل ده ما تاخدهوش، لان انا بنتي جابته مليان دهن اهو، فما خدش رز، وفاض رز قد ايه، لان هو مليان ده نصه ده. فاي حد ما يجيبش ممبار فيه دهن بالشكل ده، يكون دهن خفيف، لكن ده يلا الحمد لله. هقوم بقى اعلق عليه. الممبار خلص النهارده، اكلنا خلص اهو. كان ممبار وكان طعمه جميل والله، وما صبروش لما احمره، بيحبوه مسلوق، كانوا مسلوق. مفيش الا ابو ايمان بيحبه مقلي، فقالت له تعالوا كلوا معانا، واشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.